والعلا سيروا شباب الأمة وتكاتفوا لينوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسماء أمرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ساعة شباب. بداية وقبل أن نبدأ في هذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها حلقة مباركة، نرحب وإياكم بمن يصحبني في تقديم هذه الحلقة، المهندس عبد الرحمن برهان. حياك الله عبد الرحمن. حياك الله يا عبد يا أنس أبو صقر، وحيا الله مشاهدينا الكرام في برنامجكم برنامج ساعة شباب. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر قنواتكم المفضلة شبكة سلام الإعلامية. وكما جرت العادة نذكركم بطريقة سير الحلقة وسير البرنامج. لدينا فقرتان، جلسة سمر وأيضا ترند. نسعد بتواصلكم ومشاركاتكم واستفساراتكم عبر الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة، وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صفحتنا في الفيسبوك وقناتنا في اليوتيوب. مشاهدينا الكرام، دعونا وإياكم نذهب إلى أولى فقرات هذه الحلقة وجلسة سمر. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في جلسة سمر. عنواننا في هذه الحلقة المباركة، وكما جرت العادة أننا نمتلك معد كبير جدا، وعنوان هذه الحلقة هو الصبر. كما تشاهدون في هذه الأيام والأشهر السابقة كانت هناك أحداث كبيرة جدا وما زالت مستمرة في ودولتنا الغالية فلسطين وغزة، من المعركة التي أسأل الله عز وجل أن تتم بنصر للإخوان المستضعفين في غزة، اللهم آمين. عنوان لهذه الحلقة هو الصبر. دعونا وإياكم نعرف ما معنى الصبر. الصبر هو الصمود المستمر على الأشياء المؤلمة نفسيا، وتحملها بروح عالية ونفس طيبة دون إظهار ملامح الاستياء والانفعال على الوجه، بحيث لا تكون مرئية أو محسوسة من قبل الآخرين. وهو كما تعلمون هو واجب عند المصائب. فعندما تأتيك مصيبة أو يأتيك خبر غير يعني خبر مؤلم أو مصيبة كبيرة جدا، لابد أن يكون عندك نوع من الصمود المستمر وعدم إظهار هذه الملامح التي يعني يكون فيها نوع من الاستياء والانفعال على الوجه، بحيث طبعا لا تكون مرئية أو محسوسة من قبل الآخرين. نعم. ويعني ربطا للصبر في شريعة الإسلام، حيث أن الصبر في الإسلام من الأمور التي يعني خص بالتقدير العظيم من الشارع، حيث أن الصبر من أحد أساس هذا الدين المبارك. يقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعندما تأتيك مثل هذه الجائزة الكبرى أو هذه المنزلة الكبرى، عندما يقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني هذا شيء معلوم يعني عند الله عز وجل، فبالتالي هذا أمر جدا يعني مقدر في دين الإسلام. أيضا يقول تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. يقول الله عز وجل على يعني لنبيه محمد، يقول: يا أيها النبي اصبر نفسك مع أصحابك من فقراء المؤمنين الذين يعبدون ربهم وحده ويدعونه في الصباح يريدون بذلك وجهه. وهنا توجيه من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أصحابه. فبالتالي إذا الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر على صحابة رسوله،
وهم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، فما بالك يعني بقضايا دنيوية تقع على عاتق الشباب في هذا الزمن، مثل الدراسة، مثل الأهل، مثل يعني مصائب الدنيا تعب كله الحياة، فما عجب من راغب في الزيادة. فبالتالي هذه القيمة لابد أن تكون ظاهرة وموجودة في ذهن الشاب حتى يعني يستمر ويعيش معتركات الحياة الكثيرة. جميل. أيضا الصبر في الشرع عبد الرحمن على مجاهدة النفس في تجنب المعاصي وتنفيذ أوامر الله تعالى، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وهذا طبعا اختبار واضح لصبر المسلم. ترى أن الحياة الآن عبد الرحمن الفتن والشهوات أصبحت كثيرة جدا في جميع الاتجاهات. تلقاها أولا عن طريق جوالك هذا اللي بين يديك، تلقاها في الشارع، تلقاها في التلفاز، تلقاها يعني أصبحت سهلة ميسرة والعياذ بالله. فالإنسان عندما يواجه هذه الشهوات في جواله ويتغاضاها من أجل الله عز وجل، هذا نوع من أنواع الصبر على الشهوات ومجاهدة النفس على ترك هذه الأمور. تجد في البداية أن الأمر قد يكون أكثر صعوبة، لأنك أنت ممكن وأنت تتجول في الجوال تجيك هذه الصورة، يجيك هذا المقطع، يجيك هذا الستوري، يجيك هذا تجيك أيا كان، وأنت ماشي تلقى هذا المنظر، تلقى هذه الأمور. فالإنسان عندما يكون في داخله، عندما يقرر من داخله من جوا أنه الآن يسعى أنه يجاهد نفسه ويصبر على هذا ابتغاء رضوان الله عز وجل، هذا حتما ولا شك أن الله عز وجل يعينه. هذا القرار لابد أنه يكون داخلي. يعني أنت الآن أول ما تقرر مثلا، أو أنك تنوي أنك والله أنا إن شاء الله أني مثلا بستخدم هذا الجوال في طاعة الله عز وجل، بحيث إذا مر مثلا مقطع يثير الشهوة أو يعني كان مقطع أو صورة لا تليق، أحاول بقدر المستطاع أني أنا مثلا أروح من الصورة هذه، أطلع من هذا، أغض البصر عن هذا، أروح من هذا. إذا كان هذا القرار قرار داخلي ناتج منك، حتما أن هذا الأمر سيعينك الله عز وجل عليه، وستنال بإذن الله عز وجل الفردوس الأعلى من الجنة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنة حفت بالمكاره. وهذا طبعا اختبار واضح جدا وصعب في المرحلة، أو خلينا نقول مع كثرة الفتن في هذا الزمن، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا اختبار صعب جدا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاجتياز هذا الاختبار. نعم. قد تتضح صورة الصبر وأهميته بالمواقف، وقدوة الشباب أجمع وقدوة الناس أجمعين هو النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يعني أروع الأمثلة وأكملها ويعني أشدها في الصبر. ونتحدث هنا عن بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما هجره قومه وألقوا عليه سيل الجزور وأخرجوه من مكة، وهذا كله كان يتحمله صلى الله عليه وسلم ويصبر عليه صبرا لا مثيل له في سبيل إيش؟ في سبيل رفع كلمة التوحيد. وبالتالي هنا لدينا أمران. الأمر الأول أنه يعني هذا الصبر لابد أن يكون قيمة أساسية عندك أيها الشاب. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه المكانة وهذا القدر صبر في سبيل يعني إبقاء كلمة التوحيد. بالتالي هذا الدرس الأول الذي نتعلمه من هذا الموقف. الدرس الثاني أنه لابد أن يكون للإنسان غاية وهدف من أجلها يصبر ويحتسب، وهذه الغاية تعينه داخليا أنه والله لأجل هذه الغاية أنا سوف أصبر. فبالتالي لو جينا أنت عندك مشاكل في بيتك مثلا، فبالتالي تقول والله من أجل أن أبر بوالدي، من أجل أن أصلح وأجمع كلمة الأهل على بعض، فأنا سوف أصبر. فهذه غاية حميدة. وفي الجامعة تصبر على الاختبارات، على الضغط، على من أجل أن تتخرج وتحصل على درجة عالية ومتفوقة حتى يعني تضمن أمور كثيرة. وهكذا اضرب هذا الموضوع على عدة جوانب من جوانب حياتك، تجد أنه والله هذه الغاية سوف تعينك على الصبر، وأنت مأجور أصلا. يعني أنت
يعني إذا كان الصبر احتسابا في الأجر، وهنا نتحدث عن سواء أمور دنيوية أو أخروية، فأنت مأجور، فبالتالي أنت مأجور وتصبر على غاية أنت حاطها في بالك، وفي نفس الوقت تؤدي يعني الذي عليك وتكون نفسيتك مرتاحة. ليش؟ لأنه أنت والله يعني مررت بهذه الدوامة ومررت بهذا الموضوع ليس عبثا، إنما من أجل 1 2 3 4، وفي النهاية أجرك عند الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيضا من نذكر أيضا مثال على الصبر الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا كما تعلمون بلال بن رباح رضي الله عنه عندما يعني جاءه، كان يعذب بلال بن رباح عن طريق أمية بن خلف، يخرج به إذا حميت الظهيرة فيطرحه على الأرض في بطحاء مكة. ومكة طبعا يا عبد الرحمن حرارة شديدة، فيخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على الأرض في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره، ثم يقول قل لدينك اللات والعزى، ويقول أحد حتى جاءه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلقي العباس فقال اشتر لي بلالا، فاشتراه العباس وبعث به إلى أبي بكر فاعتقه. فتلاحظ هنا أن صبر بلال بن رباح عندما كان يعذب تعذيبا شديدا ويخرج به أمية بن خلف عليه من الله ما يستحق في مكة المكرمة وحرارة مكة المكرمة، ويأتي بالصخرة الكبيرة جدا ويضعها على صدره ويقول قل دينك اللات والعزى، وما زال صامد وصابر ويقول أحد 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 أحد، إلى أن جاءه أبو بكر الصديق رضي الله عنه واشترى بلالا واعتقه، حتى سبحان الله شوف إلى إيش وصل، أصبح مؤذن، أول مؤذن في الإسلام هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وها هو يتنعم الآن في جنات النعيم. كل هذا من أجل إيش؟ من أجل الدين الإسلامي. الناس الآن يا عبد الرحمن نسأل الله السلامة والعافية أصبحت لا تستطيع أنها تسيطر على موقف معين حدث في يومها، تقول لك والله أنا لا أمتلك الصبر. ويوم ترى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصبرون من أجل إيش؟ من أجل أن يصل إليك الإسلام. وقبل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان كما ذكرت عبد الرحمن كان يقال عنه ساحر، وكان يقال عنه مجنون، وكان يقال عنه كثير حاشاه، وكان يؤذى من جيرانه، ويؤذى من خلاله وأعمامه وأقربائه، وما زال صامد وصابر من أجل أنه عنده هدف أمامه. ما هو الهدف؟ هدف أنه يصل دين الله عز وجل إلى هذه الأمة التي امتلأت بالمليارات الآن. ارجع للبداية، النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان يعذب وكان يصبر ويحتسب من أجل إيش؟ الإنسان سبحان الله يا عبد الرحمن يوم يكون عنده هدف ويثابر ويصبر ويحتسب من أجل أنه يرى الهدف أمامه، سبحان الله عز وجل لا يخيب مسائه، يصبر 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 يصبر. فما بالك هذه الأمور الدنيوية، فما بالك لو كان الصبر من أجل إبقاء كلمة لا إله إلا الله عز وجل، وإبقاء كلمة أو إبقاء التوحيد كما يفعلون إخواننا الآن في غزة. تجد ترى من المقاطع ولدها استشهد، أب يأتيني في المقاطع يدخل إلى المستشفيات ومعه كيسين فيه عظام ابنه، ويرى الثالث زوجته متوفية، والثالث طفلة رضيعة بنته مستشهدة، ومع ذلك صابرين ومحتسبين ويعني يقاومون هذا الكيان المغتصب. من أجل ماذا؟
من أجل إبقاء كلمة لا إله إلا الله عز وجل. فهذه نوع من أنواع الصبر الآن احنا قاعدين نشوفه، قاعدين نشاهده، لكن لا يعني ما قاعد نعيشه هناك. تلقى سبحان الله الإخوان في غزة، الأهالي في غزة، كيف كمية الصبر هذا اللي عندهم وكمية التسليم لأمر الله عز وجل، شيء عجيب يا رجل. تجد أن واحد منهم استشهدت أمه وأبوه وأخوه في يوم واحد، ما زال صابر ومحتسب. تجد الآخر يلقى، أنا شفت مقطع لأم تقول مسكت طفلها الصغير، تقول جيتني بعد 480 إبرة، ولا يعني رقم كبير كذا من الإبر، من أجل تشوف ابنها كذا قدامها وما زالت صابرة ومحتسبة. فهذا مشهد يعني يخلده التاريخ، أن العوائل أصبحت تصبر من أجل إبقاء كلمة لا إله إلا الله. ويأتيك البعض في مشهد من يومه بسيط، ما صار له كذا، قال لك والله يا أخي أنا يعني الأعصاب الأيام هذه ماني بقادر أتحمل، والصبر بسيط والى اخره. انظر لاخوانك اللي العائلات كل يوم قاعد نفقد واحد وراء الاخر من اخواننا المسلمين، بعد ذلك صابرين وصابرين من اجل ابقاء كلمه لا اله الا الله. نعم. جميل جميل. ايضا نذكر هنا احد اهم الامور التي لابد للشاب ان يستحضرها في ذهنه، وهي البعد عن ملهيات الدنيا. احنا تحدثنا عن البعد عن المحرمات، لابد ان الانسان يصبر، لان الجنه حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فبالتالي لابد ان تبتعد عنها بالصبر على مجاهده النفس، ومجاهده النفس على ايش؟ تركها. انا ناتي للملهيات، وايضا نضعها في اطار المباحات. وهنا لدينا امران. النقطه الاولى هي البعد عن المباحات من اجل غايه اخرويه. يقول العلماء: اجعل بينك وبين الحرام حاجزا من المباحات. كيف يعني؟ انت بدل ما يكون الخطه الاولى هي المحرمات، لا، اجعل بينك وبينها حاجز من المباحات. لماذا؟ لانك عندما تزل قدمك او عندما تسقط في المباح، لا تسقط في الحرام. كيف نجسدها؟ قد نضرب مثال ونقول: يا اخي والله شاب يسرف في سماع الاناشيد. الاناشيد امر مباح، ولكنه يسرف فيها يسرف فيها يسرف فيها يسرف فيها، فبالتالي متى سوف تزل قدمه؟ عندما يستمع الى الموسيقى او المحرمات، بغض النظر عن حكمه، ولكن هنا نتحدث عن حكم جمهور العلماء. ويعني هذا مثال، وبالمثال تتضح المقال بغض النظر عن حرميتها من حالتها. فبالتالي يا اخي لا تكثر من سماع الاناشيد، قلل منها، بحيث انك لو اسرفت انت لسه في دائره المباح. وهذا مثال. قد يعني نقول: يا اخي بدل ان تواجه مشكله كبيره في صيام شهر رمضان، لا، صم لك مثلا الاثنين والخميس في شعبان، بحيث انه والله يعني يصير لك شهر رمضان عباره عن عاده انت اصلا اوريدي متعود عليها، ما يصير ثقيل على نفسك. خلينا نقول: يا اخي والله انت ما انت حاب تقع في مشكله السرقه او الربا مثلا، ابتعد عن الامور المشبوهه ماديا. يعني مثلا عندك والله هذا امر حلال ولكنه فيه شبهه، يعني قد يكون مكروه، لا انت ابتعد عنها يا اخي. ليش؟ عندما تزل قدمك لابد ان يكون لك هذه المساحه، لابد ان تكون متروكه. ايضا جينا نتكلم من ناحيه اخرى، هي ناحيه دنيويه، انه اصلا الملهيات يعني هي تلهيك عن اتخاذ قرارات صارمه في حياتك، هي قد تلهيك عن المضي قدما نحو يعني تحقيق هدف معين. يعني ولا نقول: يا اخي والله انت عندك من الملهيات انك انت والله تطلع مع اصحابك كل يوم. يا اخي لا تطلع معهم كل يوم. ليش؟ انت والله عندك اهداف معينه، خلها مثلا مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع. ليه؟ لان انت والله عندك يعني غايه اخرى لابد ان تسعى لتحقيقها. فبالتالي الملهيات لابد ان تقلل من شانها، سواء كانت دينيا او دنيويا. ايضا من انواع الصبر يا عبد الرحمن الصبر في العلاقات. هذا يعني موضوع مهم جدا. الصبر في العلاقات على اخطاء الناس وزلاتهم، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس لأخيك المسلم 70 عذرا. وهذا منهج نبوي واضح في قضية العلاقات. تجد أن كثير من الناس عبد الرحمن في قضايا العلاقات والمشاكل اللي يمرون فيها،
أن يأخذ المشكلة من المرة الأولى. أنت تعرفت على أحد، تعرفت على شخص فلاني، صارت معه مشكلة، مباشرة ترمي قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس لأخيك المسلم 70 عذرا، وتبدي يعني تبدأ خلاص تألف القضية من راسك وتفندها وتضع لها أسباب وتضع لها حلول وتتخذ قرار بناء على هذا الشيء، وتبعد عن موضوع التمس لأخيك المسلم 70 عذرا. فالعلاقات عبد الرحمن ما يجملها في وجهة نظري، ما يجمل العلاقات إلا الحلم والصبر. لن تجد في علاقاتك يا عبد الرحمن شخص يعطيك 100%، مستحيل. لن تجد شخص في حياتك يعطيك 100%، يعطيك 70 80. النسبة الباقية لابد انك انت تقفلها بالحب، تقفلها بالصبر، تقفلها بانك تعرف العقل البشري أتليه النقص. الانسان كثير الخطأ، لا يوجد انسان بدون اخطاء. كذلك العلاقات يوجد فيها اخطاء كثيرة جدا. فان لم تتحلى انت في علاقتك مع الشخص المقابل بالصبر والحلم والتغافل، العلاقة هذه لن تستمر. فعندما يذكر لك النبي صلى الله عليه وسلم التمس لأخيك المسلم 70 عذرا، هذا من باب ايش؟ من باب إحسان الظن في أخيك المسلم. فلذلك يوم تأتي مشكلة، أول شيء في بالك لازم يأتي ايش؟ تحسن الظن في الصديق الذي أمامك. فعل معك كذا وكذا، احسن الظن يا أخي لعله فعل هذا من أجل هذا، احسن الظن على طول. نفترض أنك أحسنت الظن وطلع هذا الموضوع غير صحيح، كما ذكرت سابقا أن لا يوجد علاقة تعطيك 100%. لا، أكيد فيها نقص. النقص هذا يمشي بالتغافل، بالحب، بالصبر. لابد أنك تغطي. أما أنك أنت إذا جيت تطلب العلاقة هذه 100% مقابل 100%، هذه علاقة غير صحية، ستولد فيها المشاكل. المشاكل موجودة، لكن المشاكل هذه فن حل المشاكل في العلاقات ترى أمر جميل جدا. كيف أنت يعني تلتمس لأخيك المسلم 70 عذرا، وكيف أنت تحل هذه القضايا بأن تبقى القلوب صافية. جميل. نعم. والله أمر يعني هو أمر بسيط جدا، بس يحتاج أن الواحد يتفهم هذا الموضوع. ستواجه المشاكل، ستواجه إن لم تختلق لها 70 عذرا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وتحليها بالصبر، وتحليها يا أخي بالتغافل. تغافل يا أخي، لا توقف على كل صغيرة وكبيرة في العلاقات. امشي امشي امشي، مشها، خلي تروح هذه تجي الثانية. حاول انك انت تعدل اذا تكرر الخطأ من نفس الشخص، حاول يا اخي انت تعدله بلطف بحيث انك انت لا يجرح اللي قدامك، وتكون انت اخذت مغزاك من القضية هذه. اذا تكرر الخطأ تعرف كيف تعالجه، بس بفن يا اخي. البعض مع الاسف الشديد عندما يواجه هذه المشكلة أول قرار يتخذه يطحن في الخواطر. يجد يعني بعض الناس يقول لك والله شوف يا أبو تركي، أنا ترى إنسان اللي على قلبي على لساني، إذا شفت فيك مشكلة ولا شيء زي كذا ترى بواجهك وبتكلم معك بأشد اللهجات وأشد الأمور وأشد مدري إيش، لأن ترى أنا إنسان اللي على قلبي على لساني. هذا كلام أنا أعتبره لا يمت للصحة بشيء. مهما كان الإنسان في الأخير يمتلك قلب. وترى يا أخي الإنسان بسيط جدا، الكلمة البسيطة تؤثر فيه جدا، الكلمة الجميلة تؤثر فيه جدا. فلذلك إذا وجدت مشكلة تحلها يا أخي بالكلام الطيب، بالرسائل يعني الرسائل يعني زي اللي تقول من تحت الحزام، ملطفة خفيفة، بحيث أنك أنت تحل المشكلة وتكسب يا أخي، تكسب مودة الذي أمامك. ما تحلها بالعنف وتحلها بطحن الخواطر وبأسلوب شديد اللهجة، بحيث اللي قدامك يا أخي يقول لك أنت إيش قاعد تسوي؟ أنت قاعد تحل مشكلة ولا قاعد تقاتل معي، ولا تخلي الموضوع موضوع مسايفة والموضوع أبسط من كذا بكثير. هذا فنون التعامل في العلاقات شيء يعني ما يلتفت لها الناس كثيرا. فالعلاقات بسيطة والله.
لا شك. والله العلاقات بسيطة، تحتاج فقط إلى تفاهم وإلى رحمة وإلى يعني أمور كذا تتغافل عنها بس وتمشي الحياة. أما إنك تجلس على كل صغيرة وكبيرة وإلى آخره، لن تصل إلى حل. أنت بتتعب، أنت اللي تدور ومدري إيش، أنت بتتعب يا أخي. مشى دام تمشي مشيها خلاص. نعم. ختاما أبو صقر، أنا أقول لك الصبر نتيجته طيبة دائما أبدا. وكما قيل عند العرب الصبر مفتاح الفرج. وفي هذا نقطة حساسة وهي قوة إيمانك يعني بالغيبيات. فإن كنت صابرا مقتنعا بأن الله لن يخذلك، ستكون دائما في موطن قوة. ودائما نتيجة الصبر سواء كانت دنيوية أو أخروية هي نتيجة إيجابية دائما. وفي هذا يقول الشاعر: ورب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لن تفرج. المشاهدين الكرام، دعونا وإياكم ننتقل إلى الفقرة القادمة وترند. عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية، فقرة ترند. أول ترند لنا مظاهرة في العاصمة الأمريكية واشنطن للمطالبة بوقوف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وما زلنا إخواننا المشاهدين في المعركة، معركة طوفان الأقصى، التي أسأل الله عز وجل أن تتم بنصر المسلمين، اللهم آمين. وما زال الإخوان كل يقدم ما لديه في شتى بقاع العالم. هنا من واشنطن مظاهرات للمطالبة بوقوف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وكما ذكرنا سابقا أن كل إنسان يسعى بما لديه في هذه المعركة التي بعون الله وقوته ستتم بانتصار المسلمين، هذا حتما ولا شك فيه. فكل واحد منا يجاهد بما لديه بأموال، وكما ذكرنا بالدعاء، والكثير مننا وأنا أولكم يعني نستسخر الدعاء. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الدعاء هو الجند الذي لا يغلب. فلا أحد مننا يستسخر أي شيء يستطيع أن يقدمه لهذه المعركة التي أسأل الله عز وجل أن تتم بنصر المسلمين. نعم. وأيضا ما زلنا في قضية الأمة الإسلامية، قضية فلسطين والأخبار التي تأتينا من هناك خبر يقول أن إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين سلاحا في قطاع غزة مما يشكل جريمة حرب، إضافة إلى الجيش الإسرائيلي يعتمد منع وصول الماء والمساعدات والوقود لعرقلة سير المساعدات، وهذا يشكل ضغطا غير أخلاقي وجريمة حرب في حق المدنيين في فلسطين. بعد مقتل 4 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة، ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 457 جندي وضابط منذ عملية طوفان الأقصى. أسأل الله عز وجل أن نرى هذه الأعداد إن شاء الله دبل، وأسأل الله عز وجل أن يمكننا من أعناقهم وأرقابهم يا أرحم الراحمين. ومن فلسطين الحبيبة إلى دولة الكويت، حيث الخبر الذي انتشر مؤخرا وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، والكويت تعلن إثر ذلك حدادها لمدة 3 أيام. وفاة الشيخ أحمد رحمه الله نواف الأحمد عن عمر يناهز 84 عاما. ومن هنا نعزي شعبنا في دولة الكويت الحبيبة ونقول لهم أحسن الله عزاءكم وغفر لميتكم في فقيدكم ومصابكم، وألهمنا وإياكم الصبر والسلوان. مشاهدينا الكرام، باسمكم جميعا أختم هذه الحلقة بهذا الخبر. أشكر وإياكم زميلي الذي أصحبنا في التقديم أنس الغالي أبو صقر، حياك الله. الله يجزاك خير. شكرا لك عبد الرحمن. الله يسلمكم. والشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم وإنصاتكم. إلى أن نلقاكم بإذن الله في نفس التوقيت إن شاء الله من الأسبوع القادم. إلى ذلك من حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته وبركاته. نحو العلا سيروا
شباب الأمة وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أملوا